بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك للكرة المصرية النهاردة، وعلى رأسها فريق بيراميدز اللي كسب النهاردة كاس السوبر الأفريقي من نهضة بركان، اللي هو حاصل على الفترة الأخيرة البطولات في بلده. فبيلعبوا النهاردة في كاس السوبر وبيحقق مكسب غالي جدا، ويكسب 1-0 خد بيه البطولة. طبعا يعني عشان بس الناس اللي بتقعد تتكلم وتقعد، النادي بيراميدز خد مكان الاهلي، عشان ما حدش يزعل بس ويتضايق، خد مكان الاهلي ومكان الزمالك، وتحديدا مكان الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي الفتره الاخيره هو اللي بيلعب كل البطولات دي. كاس نص المحيط هو خده، وما سمعناش حد احتفل بيه زي ما السنه اللي فاتت عملوا الافراح والليالي الملاح واللي السنه دي هو خدها في صمت من غير ما حد يعرف. السنه دي بياخد كاس السوبر الافريقي، النهارده بياخده وبرضه في صمت، وهتلاقي كل الاعلاميين بيتكلموا على ماتش الاهلي وماتش الزمالك وماتش الاسماعيلي وما اعرفش، ويتوهوا عشان ما يدوش فرقه زي دي حقها. ولكن احنا هنديها حقها وبمنتهى الضمير وبمنتهى الصراحه. هي احسن فرقه كوره في افريقيا، وتستحق كل الانجازات اللي هي بتعملها دي، سواء دوري ابطال افريقيا، سواء كاس نص المحيطات، والنهارده بياخدوا كاس السوبر الافريقي. وان شاء الله عنده ماتش يوم السبت بدايه المشوار في دوري ابطال افريقيا. فربنا يوفقهم، والف مليون مبروك للجهاز الفني وللعيبه والمجلس الاداره. ده انا بس حبيت اقول الكلام دوت في اول الفيديو بتاع نادي الزمالك. وعلى فكره انا اجلت الفيديو بتاع نادي الزمالك عشان ان انا ابارك يعني قاصد ان انا ابارك لفريق بيراميدز النهارده اللي شرف فعلا الكره المصريه، وهيشرفها وبيشرفها، بس عايزين شويه من الاعلام يدوم حقهم بس. يعني يا ريت. انا مش عارف يعني. المهم نيجي بقى لمباراه الزمالك. مباراه الزمالك كسب 6. عايز اقول حاجه برضو، يعني ماتش الاهلي وماتش الزمالك، ازاي الفرق دي واخد دوري بالشكل ده؟ طب هو خده من مين؟ هو كان بيلاعب مين؟ الفرقه اللي كانت بتلعب الاهلي، ونفس الكلام الفرقه اللي هي بتلعب الزمالك واخده كاس. بيلعبوا مين الفرق دي؟ لما بنشوف المستوى الطين ده، المستوى المهبب ده، يبقى هم كانوا بيلعبوا نفسيهم ولا ما بيلعبوش حد ولا ايه؟ يعني الزمالك كسب 6 ها. طب والاهلي اللي المفروض يكسب 6 النهارده، بتريزيجيه، بزيزو، بجريديشار، بمحمد شريف، بن رمضان. طب انت مين اللي ناقصك؟ انت مفيش حد ناقص من عندك، وتكسب واحد غلطه وهتقول لي بره والملعب ترتان والجو حر والرطوبه انا يعني لو حطيت لعيب واحد بس بكل الميزانيه بتاعت مش هقول لك بقى من اللعيبه اللي انا قلتها، لا، لعيب عادي من اللعيبه اللي هنا، هتلاقيها بالميزانيه كلها بتاعت الفرقه اللي كان الاهلي بيلعبها، ونفس الكلام في الفرقه اللي كان الزمالك بيلعبها. بس عشان ما حدش يقول لك ايه فيما بعد، خلي بالك دوري ابطال قوي جدا، دوري الكونفدراليه قوي جدا. لا، الدوري عندنا اقوى من الفرق دي، لان الفرق اللي بتلعب في الدوري لما بتلاعب الاهلي والزمالك ما بيحصلش اللي بيحصل ده. والله ما بيحصل الكلام اللي انت شفته النهارده، سواء فرقه الزمالك او فرقه الاهلي. الفرقه دي لو جت عندنا هنا في دوري المحترفين هيهبطوا، ولو نزلوا درجه تانية هيهبطوا للدرجه الثالثه بالمستوى ده. عشان بس ما حد، هو ده البطوله كلها بتيجي اللي هو الدور قبل النهائي والنهائي، هي دي الفرق يعني ها اللي بتبقى. ورغم كده بيبقى المستوى عقيم، بقالنا كام سنه كده المستوى بالذات في النهائيات بيبقى عقيم جدا يعني وضعيف جدا يعني. فالزمالك كسب النهارده يعني حاجه لافته للنظر. بزيرة ده حاجه ممتعه، حاجه يعني. وله حق في ماتش النادي الاهلي كان يعملوا معاه كده، لان هم عارفين ان الراجل ده لو اتساب ما كانش المباراه دي هتعدي على خير. مع ان الاول كوره عملها وبانفراد، وعدي الدباغ ضيعها، الشناوي صدها، ولكن هو لو كان اتساب كان هيعمل اللي هيعمله في اي فرقه، اهلي بقى اسماعيلي، بس هو يتساب ما يتلعبش عليه مان، هيدغدغ الدنيا.
ويمكن حتى لفت نظري في اخر المباراه كان دايما ينادوا على زيزو. جماهير الزمالك بعد كل ماتش النهارده بينادوا على بزيرة والراجل ده نسى جماهير الزمالك زيزو خالص، بدليل ان بعد الماتش كلهم قعدوا ينادوا عليه تعالى ويرقص معاهم وخلاص يعني ده صفحه واتقفلت. وهو ده اللي مخلي يعني عامل ضغط كبير قوي على زيزو. هو كان مفكر ان جماهير الزمالك هتعيط وهتندم عليه، وان هي ما فيش لعيب هيجي زيه تاني، وان هيقعدوا فتره بقى قبل ما يلاقوا نص امكانيات زيزو. ولكن الراجل دوت امكانياته تفوق زيزو واتخن من زيزو كمان. يعني بصراحه امكانياته الفنيه والبدنيه ده النهارده عامل كمان يعني جايب جونين، والجون التاني ده جايبه من الاجوان اللي هي ميسي بيجيبها، اللي هو شيب ده من فوق الجون او لوب من فوق الجون ده. دي ما بتشوفش الحاجات دي الا من ميسي. هو هيدخلها بقى الفتره اللي جايه دي، هيدخلها ان شاء الله في الدوري. حتى يمكن النهارده في لعيب في الاسماعيلي جابها النهارده، ممكن يكون كان بيتفرج عليه ولا حاجه. بس فانا بقول لك وعمل جونين كمان، يعني عامل جونين كمان لسيف الجزيري وسيف فاروق جعفر، وهو جايب جونين. ايه يا عم في ايه؟ وخلي بالك ان كمان الفرقه ما بتلعبوش، والله العظيم ده عايز كان لعيب كوره كمان يلعب معاه كده، ده يدغدغوا الدنيا. ومش اناني، يعني في كوره كمان مفروض ان هي انفراد ويروح بيها، هو عملها للشيكابانز عشان يجيب جون اخر. فما عندوش حته الانانيه يعني، او الانا يعني عموما يعني. فالنهارده الزمالك كسب 6، وده مش مقياس، خلي بالك، لا الاهلي ولا الزمالك، لان الفرق كده كده دولت الزمالك هيوصل والاهلي هيوصل. المشكله بقى في الدوري. الدوري هنا اللي هم عارفين كل كبيره وصغيره عن الاهلي والزمالك. ف يعني 6 وصعدوا للدور اللي بعد كده، ولكن الدوري هيبقى اصعب سواء للاهلي او للزمالك الفتره اللي جايه دي. مبروك لجماهير نادي الزمالك النهارده، مبروك للاعيبه نادي الزمالك. ولكن في حاجه بس، انا النهارده يعني كان الراجل اللي هو الباك رايت اللي هو الناشئ ده والله لعيب كويس مش وحش، ما تديله الماتش ده من اوله. وكنت ريحت حسام عبد المجيد ولعبت محمد اسماعيل جنب الونش، ماشي خلي الونش، لعبت حسام عبد المجيد ريحته، وكنت لعبت محمد اسماعيل مكانه. وفي واحده في الاخر خالص في اخر الماتش، ما ينفعش ان لعيب دولي بيقولوا عليه امكانياته عاليه قوي وتعدي منه كوره كده تروح للراجل الفرود انفراد، لولا ربنا ستر والراجل حطها من فوق العارضه. شكلك وحش قوي بصراحه يعني. انا بقول ان هو لازم يقعد الفتره اللي جايه دي، ودي بقى عندك صلاح مصدق وعندك محمد اسماعيل وعندك الونش، جرب الثلاثه دول. النهارده فتوح كان في بادي ملطش شويه، بس بعد كده ظبط نفسه، وبعد كده بدا يقف على الكوره خد الثقه والكلام، لان الاجوان بتدي ثقه للفرق. احمد ربيع النهارده لعيب كويس، احمد حمدي يعني الى حد ما، ناصر ماهر اللي النهارده، وعشان كده الراجل خرجه، ما مالوش بصمه خالص، مش عارف ليه، ضيع نفسه من منتخب مصر وهيضيع نفسه من نادي الزمالك، فلازم يعيد حساباته مع نفسه تاني. وقلت له الكلام ده الفتره اللي فاتت دي قبل ماتش الاهلي، ولكن برضه ما عادش مع نفسه. وهو يعني اللعيب لما بيحس كده ان في فتره مش ماشيه معاه بيبدا يتمرن اكتر، بيبدا يدوس على نفسه اكتر، بيبدا يلتزم اكتر عشان يرجع لمستواه. انما ده ضارب الدنيا صارمه ومش في دماغه ومفكر ان هيلعب، هيجي في وقت كده الجمهور هو اللي هيقول لك لا ما يلعبش. ولو جمهور اي جمهور، وهو عارف الكلام ده، جمهور اهلي وزمالك لما بيقلب على حد ما بيخلوش يشوف يعني. بس طبعا مبروك لاحمد شريف وعمرو ناصر اللي هم اول مباراه ليهم افريقيه، وده بيهدف وده بيهدف، فطبعا مبروك ليهم. شايف برضو ان اللي جاي صعب بالشكل بتاع النهارده ده، سيبك من الاجوان والكلام ده، كل دي بمهاره فرديه من بزيره، ولكن اللي جاي صعب لان كل الفرق هتمسك بزيره، كل الفرق زي ما حصل في ماتش الاهلي كده، كله هينزل يضرب فيه ويخبط فيه عشان هو عارفين ان هو مكمن الخطوره. فلازم هو يشوف حل يعني. شيكابانزا لما لعب الشويه اللي لعبهم دولت عمل حركه وعمل خطوره عن الراجل اللي كان بيلعب، سواء احمد شريف
او ادم كايد. ادم كايد ده يلعب مكان ناصر ماهر، يجربوا الفتره اللي جايه دي مكان ناصر ماهر، ويقعد ناصر ماهر شويه عشان يقدر يرجع لمستواه تاني. انما كده طول ما هو بيديله كده مش هتشوف لا ناصر ماهر ولا ادم كايد. مبروك لجماهير الزمالك، وان شاء الله نشوفكم في مباراه قريبه باذن الله. السلام عليكم.